لسه عم تنسى الكلام قدام الكاميرا ولسه عم تسمع انه الاحترافيه بدها معدات بالاف الدولارات؟ بدي اياك تسمعني منيح. انا اليوم جبت لك ارخص تيلي برومتر بالسوق. ايه والله الارخص، ولما جربته صدمني الصراحه بالقيمه اللي بيقدمها. فاذا كنت مفكر انه السعر هو اللي بيحدد لك جوده شغلك، فهذا الفيديو راح يغير لك هالفكره من اساسها. بدي اياك هلا تجهز حالك، لان لازم تشوف اذا هالقطعه الرخيصه فعلا راح تفيدك وترفع مستوى محتواك لمكان ثاني او لا. يسعد اوقاتكم، معكم فادي من استديو فيجن، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد من بعد غيبه طويله طبعا عنكم. من زمان متعود اني اكتب نصوص الفيديوهات اللي بعملها بالورقه وبالقلم، خصوصا بفيديوهات توكينج هيد اللي سبق وشفتوني فيها كثير على القناه، ومثل هذا الفيديو بالضبط. وطبعا كنت بالاخر حاول اني احفظ النص فقره بفقره. هالاسلوب كان مفيد لإلي كثير، خاصه بترجمه الفيديوهات وبالتدوين او البلوجينج. بس المشكله هون كانت بوقت التصوير، لان كان في ضياع كثير كبير. فمثلا فيديو 10 دقائق كان صدقا ياخذ مني حوالي ساعتين تصوير، لان كنت كثير بعيد بالجمل، وكان في اغلاط كثير بالحكي وسكتات وغيرهم. وبالاخر وبالمونتاج ما بستخدم غير جزء صغير من كل هالشغل، لان طريقتي كانت اني بحط النص او السكريبت على الموبايل جنب الكاميرا، او اني حتى اطبع النص على الورق، وبحاول بالاخير اني اقرا واحفظ كل جمله لحالها وسجلها. كان الموضوع كثير متعب بالنسبه لي، وخاصه اني كنت سجل حلقاتي وانا واقف على رجلي، وطول الوقت عم احكي مع الكاميرا لمده ساعتين. وما بدي احكي لكم طبعا عن حجم الداتا يلي بالاخر لازم احفظها واشتغل عليها، وخاصه انه كل الفيديوهات يلي عم صورها هي بكواليتي 4K. بشغلي بالاستوديو بستخدم مع اغلب الممثلين اللي بشتغل معهم تيلي برومتر، واحيانا بتكون النصوص او السكريبتات عندنا كثير طويله، وبنكون باغلب الاحيان كثير محصورين بالوقت. فالممثل لحتى يكون قادر يخلص الاوردر تبعه بكل سلاسه وبسهوله وبدون تعب، فبستخدم معه هالجهاز. وصراحه بنخلص شغلنا بوقت كثير قصير وبطريقه كثير سلسه. وهذا بياخذنا للسؤال الاهم، وهو اني ولا مره فكرت اني اقرا من هذا الجهاز. لحتى من فتره قلت لحالي ليش ما بجرب هالطريقه، وفعلا رحت وجبت ارخص تيلي برومتر موجود لهلا بالسوق لحتى اجربه معكم وانقل تجربتي الشخصيه لكم، وبالنهايه اذا كان مفيد لحتى انصحكم فيه. الشيء اللي صار هون من بعد التجربه انه الانتاجيه زادت بشكل كثير كبير. فبدل ما كنت سجل فيديو واحد خلال ساعتين، صرت قادر اني سجل كذا فيديو بهذا الوقت نفسه. والاهم من هذا كله انه عم سجل وانا كثير مرتاح. التيلي برومتر يلي معي اليوم من شركه اسمها امبيتيفول، ما بعرف اذا نطقت الاسم صح، موديل التي 1. هذا الموديل راح يكون قادر يشتغل معكم سواء كنتوا انتم بتصوروا بالموبايل او بكاميرا احترافيه. خلونا هلا بدون حكي كثير نروح مع بعض ونشوف بسرعه شو الاغراض اللي بتيجي جوات الصندوق، وبنكمل بعدها حكينا عن طريقه استخدامه. وبنيجي هلا لطريقه التركيب، وخليني فرجيك بسرعه كيف فيك تركب هالجهاز مع بعضه وتبلش شغلك عليه بكل سهوله. واول خطوه معنا، اذا عم تستخدم هذا الجهاز مع كاميرا احترافيه مثل اللي عم استخدمها هلا، فرح تلاقي بجوات الصندوق مثل ما شفنا مجموعه من الحلقات باحجام مختلفه، كل حلقه مصممه لعدسه معينه. كل اللي عليك هون تعمله انه تدور على الحلقه المناسبه لقياس العدسه اللي عندك، وبعدها بتركب الحلقه على العدسه وبتتاكد انه ثابته منيح. بعد ما تركبها بتسحب جهاز التيلي برومتر وبتنزله على الحلقه بشكل مستقيم، وهيك بنكون خلصنا والجهاز صار جاهز عندكم ومستقر وما بيحتاج اي تثبيت اضافي ثاني. اللي بينقصنا هلا بس التطبيق الخاص بنقل الصوره تبعنا او السكريبت على التيلي برومتر. الجهاز هون بيجي معه تطبيق خاص فيه، بس بصراحه التطبيق الخاص بالشركه ما له اي علاقه بالاحترافيه ابدا ابدا، وما نفعني بنوب. فرحت ودورت عن بديل له، ولقيت برنامج افضل اسمه إليجانت تيلي برومتر. بتقدروا تلاقوه على الجوجل بلاي، وعلى ما اظن موجود كمان على الاب ستور. جوا التطبيق رح تكونوا قادرين تدخلوا السكريبتات او النصوص تبعكم، رح يكون فيكم كمان تتحكموا بالسرعه، حجم الخط والعرض تماما مثل ما بدكم. والاهم من هيك انكم رح تكونوا قادرين تعملوا تخصيص لكل زر من ازرار الجهاز او الريموت كنترول الموجود معه. يعني انت بتقرر انه كل زر عندك شو يعمل، بدك يقدم لقدام او يرجع لورا او يوقف النص او يعمل له بلاي، وهذا الشيء بيخليك قادر تستخدم الريموت عندك باكثر طريقه فعاله وقت التصوير. بهالطريقه بتكون جهزت الجهاز عندك وثبته وضبطت التطبيق والريموت مع بعض، وجاهز لتبلش تصوير بكل دقه وسرعه وراحه، وطبعا اكثر بكثير من اي وقت صورت فيه من قبل.
وبنيجي هلا لسؤال كتير مهم عنا، ليش استخدام التيلي برومتر بشغلنا رح يغير طريقة عملنا للأفضل؟ لأن رح نكون قادرين نسجل أسرع وما يكون عندنا أخطاء متكررة مرة ومرتين وثلاثة، وهذا بيعني إنه مدة التسجيل الكلية عنا رح تقل، وبالتالي رح يقل عنا حجم الملفات تبعنا، رح توصل رسالتكم لجمهوركم بشكل أوضح وأقوى، لأنكم عم تقروا من سكريبت جاهز محضر من قبل، وبالأخير رح تطلعوا قدام الكاميرا أكثر ثقة واحترافية. وحرفيا هون يا جماعة بلشت انصدم من النتيجة، لأن لما ما يكون عندنا سكريبت بشكل واضح غالبا بنرغي كتير، أو حتى بنطلع برا الموضوع بنروح لموضوع ثاني وننسى شو كنا بدنا نقول، وهذا بيطلع على الكاميرا بشكل غير احترافي ومزعج كتير. بينما التيلي برومتر بيخليك مركز ونظرتك مباشرة على العدسة، والجمهور هيك رح يحس انك عم تحكي معه مباشرة. وشيء حلو كمان لازم اذكره بهالجهاز قبل ما انسى، انه رح يشتغل معنا بدون ما يعطينا فينيت او تظليل على العدسات الوايد. انا هلا مثلا عم بستعمله مع عدسة 18 مللي، ومثل ما شايفين ما في عندي فينيت على الاطار. وبنيجي هلا للعيوب الموجودة بهذا الجهاز، وهون في نقطتين مهمين لازم تعرفون كتير منيح. يمكن يبين اسلوبك شوي رسمي او اقل عفوية اذا عم تقرا من نص جاهز طبعا، بس بصراحة وبالنسبة لي النتيجة كانت عكس هيك تماما، لأن صرت ريح راسي من فكرة الحفظ، وصرت ركز أكثر على الأداء تبعي وصوتي وحركتي وطبعا تعبير وجهي. النقطة الثانية عندنا واللي هي حجمه. حجم هذا التيلي برومتر صغير ومناسب لاغلب الموبايلات تحت ال 5.5 انش، بينما اذا كنتوا بدكم تستخدموه مع تابلت موجود عندكم اكثر من 5.5 انش فما راح تكونوا قادرين تعملوا هالشيء، وراح تكونوا بالتاكيد محتاجين لشيء ثاني مناسب اكثر. بالاضافه لهالفوائد في 3 نقاط اساسيه اذا طبقتها راح تحسن من ظهورك قدام الجمهور تبعك بشكل كثير كبير، وقراءه النص عندك راح تصير طبيعيه اكثر بكثير. اولا اختيار المسافه المناسبه بينك وبين التيلي برومتر، واحده من اهم الامور اللي لازم تنتبه عليها، لان لما يكون الجهاز كثير قريب عليك راح يكون اسهل على الجمهور يلاحظ حركه العيون تبعك يمين يسار وانت عم تقرا السطور الموجود قدامك حتى لو كنت محترف. طبعا مع الوقت والممارسه الموضوع كثير بيتغير وراح تتحسن اكثر، بس مثل ما حكيت القرب الزايد بيخلي الموضوع يصير اصعب وبيقلل من طبيعيه النظره. اما اذا قدرت تبعد الجهاز عندك مسافه شوي منيحه فراح تلاحظ فورا انه حركه العين عندك ما عادت واضحه، وراح يبين كلامك وكانك عم تحكي من جوا قلبك وابدا مو من النص. ثاني نقطه لازم تنتبهوا عليها واللي هي ضبط عرض السطر بحيث يتناسب مع نقطه النظر تبعنا. حتى تحافظ على اتصال بصري مستمر مع جمهورك لازم تمنع حركه العين الواسعه اللي بتصير باغلب الاحيان لما يكون السطر عندنا طويل، وحل هالمشكله كثير بسيط، خلي عرض السطر عندك كثير ضيق قد ما فيك لحتى الكلمات كلها تكون ضمن مجال نظرك المباشر، وبهالطريقه بضمن لك انك رح تكون قادر تقرا بدون ما تحرك عيونك ابدا، ووقتها رح يبين انك عم تحكي مع الجمهور مباشره مو عم تتبع كلمات من اليمين لليسار. وطبعا لحتى تحصل على هي النتيجه لازم تجرب انت لحالك وتضبط حجم الخط عندك حسب راحتك، وبمجرد ما يكون عندك عرض السطر مناسب رح تلاحظ عندك تحسن كبير وبشكل سريع. وثالث نقطه عندنا انه تتدرب على قرايه النص اللي عندك بالطريقه نفسها اللي انت لازم تطلع فيها قدام الكاميرا، بما انه وقت نقرا بشكل تقليدي من ورقه او شاشه عاديه عنا عاده بيكون السطر فيها عريض، والدماغ تبعنا متعود بشكل طبيعي انه يتوقع الكلمات الجايه بشكل مختلف. اما انك تقرا من سطر كثير ضيق ما فيه غير كم كلمه ومو مثل السطر الطبيعي فهي تجربه مختلفه. كرمال هيك بدي منك قبل ما تسجل تقرا النص بصوت عالي 3 ل 4 مرات وبنفس الطريقه يلي انت بدك تستخدمها وتظهر فيها قدام جمهورك. ما بدي اياك هون تقرا النص من الورقه او من اي مكان ثاني، بدي اياك تقراه مباشره من التيلي برومتر بنفس الشكل اللي راح تشوفه وقت التصوير. وهالشيء طبعا راح يعطيك ميزتين كثير مهمين، راح تعود بشكل طبيعي على تقسيم الجمل يلي بيكون صعب تتوقع نهايته ضمن سطر واحد قصير، وراح تكون قادر تفهم ايقاع النص بشكل مناسب لهذا النوع من القراءه، وبالتالي الاداء تبعك قدام الكاميرا راح يطلع بشكل طبيعي وسلس ومقنع. بهذا التدريب اذا عملتوه الصوت عندكم والنبره طريقه الالقاء راح تصير عندكم مناسبه ومقنعه اكثر، وراح تبعد عن اي شيء ممكن يقطع تواصلك مع الجمهور. بصراحة إذا بدنا نحكي بسعره فالجواب كثير واضح، بالنسبة لهالسعر الرخيص فالمردود اللي بيعطيك إياه هالجهاز أكثر بكثير من المتوقع، وهون أكيد ما عم نحكي عن منتج كامل ومثالي، أكيد بهالجهاز في كثير نقاط ضعف وفي شغلات ممكن تكون أحسن، بس لما تشوف قديش بيحسن أدائك وبيخفف وقت التصوير وبيخليك تطلع ثابت وواثق قدام الكاميرا هون الموضوع بصير مختلف. إذا ميزانيتك محدودة وبدك نتيجة فورية ترفع مستوى شغلك فأكيد بنصحك فيه وبكل ضمير مرتاح. بالأخير القيمة مقابل السعر فهي اللي بتحدد قرارك، وهي القطعة بالذات عم تعطي قيمة ما بتتوقع أبدا من سعرها. إذا أنت وصلت لهون اكيد انت مهتم بتطوير محتواك، ولهيك خليني خبرك معلومه، وجود تيلي برومتر معك حتى لو ما كان مكلف ممكن يرفع انتاجيتك ومستوى شغلك بشكل كثير كبير. وسؤالي هلا لك، كيف تسجل انت محتواك مع نص جاهز او فري ستايل مباشره قدام الكاميرا؟ اكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات. روابط الشراء رح اترك لكم اياها تحت بصندوق الوصف للمهتمين. اذا لقيتوا فائده بهذا الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك حلو مثلكم، اشتراك بالقناه، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد منا اول باول، واكيد نشر للفيديو بين رفقاتكم اللي مهتمين بتطوير المحتوى تبعهم. كنت معكم انا فادي من استديو فيجن، بشوفكم بفيديو جديد. سلام.